الطيبين الطاهرين والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد. السلام عليكم. عظم الله أجورنا أحبتي وأجوركم قبل أن ترفعوا الرايات وقبل أن تلبسوا السواد وقبل أن تخدموا بالمواكب الحسينية وقبل اللطم على الصدور وقبل وتغير المظاهر. غيروا من ضمائركم وانفسكم أن أسوا تهام أعراض الناس. تخلقوا بأخلاق الحسين عليه السلام وعفة زينب وشجاعة بن فضل العباس عليه السلام، ولا تكونوا إلا الحسين رسالة قبل أن. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فيتفضل سيد عبد الحسين القاري برفع الراية في هذا اليوم ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على تفضل. لا هيك الشيء هيك تنحضر. والله نسوي المقطع وبعدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب سيدنا ومولانا أبي عبد الله الحسين وأهل بيته الطيبين الطاهرين. نقف في هذه اللحظات ونحن نرفع راية الولاء وراية العهد وراية الحزن لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. وإمامنا جعفر بن محمد الصادق عليه السلام قال: إذا هل المحرم نشرت الملائكة قميص الحسين المخضب بدمه فنراه نحن وشيعتنا بالبصيرة لا بالبصر. لاحظوا إمامكم أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق يقول نحن وشيعتنا، ولم يقل نحن والمسلمين، لأن المسلمين البعض منهم عدو لآل محمد، عدو للحسين، عدو لعلي. ولا زالت الأنفس والآن نسمع ونرى بأمعنا هنالك أعداء لهذا المذهب ولهذه الشعيرة أي شعيرة الحسين ولهذه المعاتم معاتم الحسين، يشنعون نعم ضد الحسين ويعتبرون قضية الحسين قضية بدعة. والحسين لو كانت قضيته بدعة لما استمرت من ذلك العام عام 61 للهجرة، واحنا الآن نعيش 1444 للهجرة. لو كان في قضية الحسين نعم قيد أنملة بدعة أو رياء أو سمعة أو غير ذلك لما استمرت هذه الثورة العظيمة أي ثورة المولى أبي عبد الله الحسين. ونحن نقف في هذه اللحظات وفي هذه الثواني نرفع العزاء ونعزي رسول الله ونعزي أمير المؤمنين ونعزي الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء نعم، ونعزي إمامنا صاحب العصر والزمان بمصاب جده أبي عبد الله الحسين. وكذلك نعزي سماحة الإمام علي السيستاني دام ظله الشريف. ونسأل الله بحق هذه الليلة أي ليلة عاشوراء أن يديم عزه ويطيل عمره ويجعله ذخرا لهذا البلد وأمنا لهذا البلد. ونحن البارحة تعلمون علم اليقين إن العتبة المقدسة نعم نحن خداما للعتبة وخداما لمن قام على شؤون العتبة وخداما لوكلاء المرجعية ونعم ومعتمدين المرجعية. ولكن نعم لو ان الليلة نعم رفع راية الحسين في قبة الحسين لكان افضل من البارحة. لماذا؟ لان هذه الليلة هي ليلة عاشوراء. البارحة مو عاشوراء اخوان، البارحة ليس من محرم وليس من عاشوراء، وإنما هذه الليلة هي ليلة عاشوراء. والآن العالم بأسره ينتظر نعم هذه الليلة لأهمية هذه الليلة، لأن إمامكم أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ما خرج من مدينة جدة ولا من مكة المكرمة من أجل الدنيا ومن حطام الدنيا، وإنما قال ما خرجت من أجل الرياء ولا سمعة، وإنما خرجت من أجل الإصلاح في أمة جدي رسول الله لأعمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. هذا هو إمامنا أبي عبد الله. فنحن محبيه ومعزيه ومقلديه نعم ومناصريه، فعلينا أن نعمر بالإصلاح وعلينا أن نسير نعم
إلى جنب الإصلاح ونقف إلى المصلحين ولا نعارضهم. نعم، وإحنا أتباع أهل البيت، وأهل البيت كل أهدافهم وغاياتهم هو الإصلاح. وأنا يشغفني أسمع بعض الأمور، إن الأخ لم يحكي مع أخيه، وإن الجار لم يتكلم مع جاره، وأن العشيرة بينها فرقة. لا، هذا ليس هو منهج المولى أبو عبد الله الحسين، وإنما منهج الحسين هو الإصلاح. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي، لبيك يا مهدي. نحن بحضوركم المبارك وبوجوهكم الطيبة المباركة نرفع راية الحداد وراية الولاء وراية العهد، ونعاهد إمامنا أبي عبد الله على أن سائرين على نهجه وعلى ما جاء به الحسين. نعم، فنرفع الراية ببركة الصلاة على محمد وآل محمد.